بزاف ديال الناس ما كيتشجعوش باش يربيو الديك الرومي نظرا للمعلومات اللي عليه. كاينين المعلومات اللي صحيحه وكاينين المعلومات اللي خطا. من بين هاد المعلومات ان الديك الرومي كياكل بزاف والتربيه ديالو جدا صعبه. اليوم في هاد الفيديو غنتعرفوا على جميع المعلومات اللي كتخص هاد الديك، ومن بينهم المميزات ديالو والانواع ديالو، وواش كيصلح انه يكون مشروع مربح او لا. تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو. في المغرب كنسميوه بيبي، ولكن بعض الدول العربية كتسميه الديك الرومي نسبة لرومانيا، لاعتقادهم أن الأصل ديال هذا الطائر من تما، يعني من رومانيا. وبعض الدول كذلك كيسميوه الديك التركي أو الديك الحبشي أو الديك الهندي. وبصفة عامة الأسماء ديالو كتختلف من منطقة لأخرى، خصوصا أن كل شخص بالاعتقادات ديالو كينسبوا لدولة أخرى. هاد السميات الكتيرة الدور ديالها هو أن أي بلاصة بان فيها بيبي كيسميوه على حسب ديك البلاصه، يعني عنده شعبيه واسعه من خلال الدول. من بين الامور اللي ساهمت ان بيبي تكون عنده واحد الشعبيه كبيره على مستوى العالم هو انه كان شحال هادف عند ملوك بريطانيا كيتقدم كطبق رئيسي في الموائد ديالهم. الديك الرومي فيه 3 انواع: الصنف الخفيف اللي هو داك البيبي البلدي الكحل اللي معروف عندنا في المغرب بزاف واللي هو كتير بزاف في المغرب، وكاين الصنف الخفيف اللي هو كيكون البرونزي ولا الفضي، وهذا راه نادر في المغرب، يعني ما كاينش بزاف، كتلقاه غير عند الناس اللي مربيين بيبي ولا اللي مربيين دجاج، كيلوحوا بياسه وحده بين الدجاج، فهمتي؟ حيتاش الاغلبيه ديال الناس ما كيزعموش عليه. وكاين الصنف الاخير اللي هو الصنف الثقيل. هذا النوع هذا راه ما كاينش في المغرب، كيتربى خارج المغرب بزاف وكيتربى على حسب اللحم. الوزن ديالو كيتراوح ما بين 20 حتى 67 كيلو، وغالبا التجاره ديال الناس اللي واخدينه كمشروع كياخدوه على اساس اللحم ديالو، يعني كيتبع اللحم ديالو خصوصا في الاعياد ديال الشكر والوصفات. وهذا هاد الاصناف هادو توصلنا ليهم انطلاقا من تلاقح التزاوج ديال خليط سلالات ديال الديك الرومي على فترات طويله من الزمن، وداكشي علاش هاد النتيجه اليوم وصلنا لبزاف ديال الاصناف، يعني ما كاينش غير صنف واحد او لا شكل واحد. وكيف ما كنعرفوا كاملين ان اي حاجه كيف ما عندها الايجابيات ديالها عندها السلبيات ديالها. من بين اول السلبيات ديال الديك الرومي هو الصعوبه ديال الحضانه ديال الكتكوت ديالو، خصوصا في العمر مني مازال ما كيوصلش 3 شهور، يعني من المده ديال التفقيس حتى يوصل 3 شهور. هاد المرحله هي اخطر مرحله عند مربين الدواجن. علاش؟ حيت هي المرحله اللي كيموتوا فيها الكتاكيت ديال الديك الرومي بزاف، وحيت هي داك الديك الرومي كيكون صعيب عليه انه يتأقلم، وكتأثر عليه الحساسية ديال الجو والرطوبة، ولدرجة ان الديك الرومي فاش الكتاكيت ديال الديك الرومي فاش كيتفقسوا راه ما كيشوفوش. هذه اصعب حاجة، يعني خاصك تبقى تحضيهم وخاصك توفر لهم اضاءة مزيانة وخاصك تشوف واش كلا ولا لا، حيت في الاول ما كيتعرفوش على الماكله حيت ما كيشوفوش. فاش يلاه كيتفقسوا كتبقى معاهم مدة طويلة من الرعاية حتى كيفوتوا العمر ديال 3 شهور. ديك الساعات ما كتبقاش مخلوع عليهم، بالعكس ديك الساعات كتولي عندهم مناعة قوية وكيهنيوك في راسهم. العامل الثاني اللي هو العلف. بالنسبة للديك الرومي كيحتاج لنسبة جدا جدا كبيرة من البروتين، هادشي اللي كيخلي انه ياكل بزاف، مما كيدي المربين الدواجن انهم يستهلكوا نسبة جد كبيرة في العلف باش يوصل لهاد الديك الرومي الوزن المثالي اللي مطلوب في السوق ويستفد منه داك المربي. لهذا كنلقاو بزاف الناس كيتفادوا انهم يربيو الديك الرومي، نظرا لان مثلا كتشوف مثلا ان التكلفه اللي غادي ديرها للدجاج كتعطيك وفي نفس الوقت كتكون اقل، على العكس ديال ان الديك الرومي كتخسر عليه بزاف ديال العلف وكيعطيك واحد الوزن. وهذا الشيء اللي كيخلينا نلقاو في السوق مثلا الديك الرومي جدا جدا قليل. فاش مثلا كتبغي تاخذ البيض ديالو او لا تاخذ تشري ان مثلا كتاكيت ديالو او لا نيت الحجم الكبير، كتلقاه قليل نوعا ما في السوق. ومن بين اهم العوامل اللي خصها تكون متوفره عندنا باش نقدروا نربيو الديك الرومي او ما يسمى بيبي كيف كنقولوا ليه حنا، هو انه خصو يكون موفر لهم واحد الكوري او واحد البلاصه اللي تكون واسعه فين يقدروا يتحركوا، حيت اصلا هو كيتصنف من الطيور
الطيور الغابويه، يعني كيحتاج واحد المسرح فين يتحرك. وكيف ما كنعرفوا ان الوزن ديال الديك الرومي شويه كبير مقارنه بالدجاج، يعني داكشي علاش خاصو هو فين يتحرك، فين يتمشى، خصوصا الا كان كيسرح راه افضل حاجه بالنسبه ليه سواء ليه او للدجاج. المهم هو داك الضيق كيضرو بزاف. ومن اهم الحوايج انه يتعزل على الدجاج. علاش؟ حيتاش هو العلف ديالو كيختلف على ديال الدجاج، والتربيه ديال الكتاكيت ديالو كتختلف على ديال الدجاج، بالاضافه لانه شويه نوعا ما بطيء في الحركه. يعني هو عنده الغريزه ديال انه يدافع على راسو او لا يدابس شويه اقل من الدجاج لا. الا كتلاحظوا الدجاج راه كيكون حركي اكثر، كيكون عنده واحد التلقائيه في الحركه ونوعا ما حادق، على العكس ديالو هو كيكون بطيء. الا استفدتوا من هذا الفيديو ديروا ابوني ولايك كتشجيع لينا، وقولوا لي اش من موضوع بغيتونا نهضروا عليه في الحلقه الجايه.